صباح الخير البنات، صبحتوا لاباس عليكم؟ كلشي بخير البنات. كنت حطيت واحد المقطع من هاد الرشمه وطلبت مني واحد السيده، قالت لي حطي لينا الرشمه كامله وحطي لينا الطريقه ديال القدم. المهم انا كنت ما صورت درت القدم راه باقي الجهه الاخرى، درت غير النص ديال القدم، الجهه ديال القدام. دابا حنا كنبداو من الجهه ديال القدام، هي الاولى باش ما تخسرش لينا. كنبداو الجهه القدام. المهم القدم راه ما غاديش يغلبك اختي. اللي بغيت نقول لك هو خاص السيده ملي تبي تحني ليها خاصها تجلس على جنب، دير مخده تتكى عليها تجلس على جنب وتعطيك رجلها مقاده باش القدم ما يخسرش ليك من هذيك اللور حيت كيتنا. خاصها تعطيك رجلها مقاده باش ما يخسرش القدم. كتخدمي الجهه ديال القدم، كتخدمي النص ديال القدم هو الاول، كتسالي من القدم كتمشي للصباع. ها نتوما كيف كتشوفوا في الفيديو انا دابا ساليت القدم، كنت ما صورتوش، انا نصوروا لكم من الجهه الاخرى. البنات اللي بيتعلموا القدم راني غنبين لكم الجهه الاخرى. وكتمشي تخدمي الصباع نص، كديري نص دائره ما بين الصباع الكبير والصباع اللي حداه، كديري من النص كدوري بحال نص دائره. كتخدمي عند الصباع العماره ديال القدم، والقدم اللي عند الصباع راه كتكون بعض المرات بحال. المهم على حساب الطلب ديال الكليانه. انا درت نفس العماره، نفس الخدمه اللي درت في القدم، نفس الخدمه اللي درت عند الصباع. المهم انا درت ديك ضامه، كاينه ضامه ديك الصغيره كتجي وحده خاويه وحده عامره بالحنه. انا درت لها الضامه الكبيره، وحده كتجي خاويه مزينه بهذيك النقيطه، وحده كتجي عامره بالشبكه. المهم ملي كتسالي القدم كتمشي عند الصبع الكبير، كديري ديك الرشيمه اللي بيناتهم، كنديروا ديك الرشيمه الاخرى اللي في الكعبه. هذيك السيده تقلب رجلها. المهم انا هي قربت نكملها، غنكمل هاد الرشيمه وغتقلب السيده رجلها وغتشوفوا الطريقه ديال القدم. المهم ها حنا كملناها صافي. هي السيده غتقلب رجلها، ها هي السيده قلبت رجلها. دابا نكمل لك الكماله ديال القدم. ها انت كيكون النص القدام راه تخدم، غتقلب السيده رجلها تقاد معاك تاني رجلها، تخدمي النص الاخر. ها انت كيف كتشوفي راه كيكون طراسي النص ديال القدم، كيكون بداك الخط ديال الفوقاني، كيكونوا دوك المربعات، كيكون سميتو. المهم راه مطراسي، انت راكي كتبعي على النص ديال القدم. كتخدمي القدام هو الاول، ملي كتقلب الرجل كتتبعي عليها. هاد الرجل راه النقش فيها حتى في تحت الرجل، ما فيهاش البلغه. الا بغيتي ديري فيها البليغه، حيت كاينه اللي كتبغي ديك الحنه ديال تحت الرجل، حيت كاينين باقي العيالات كيبغوها، ماشي كلشي كيبغي الرجل منقوشه من التحت ومن كلشي. راه كاينه اللي كتبغي ديك البليغه كتقولك ديريها ليا كتراسي بالخط. هاد السيده كتبغات كلشي نقش. المهم ها انت كديري ديك الدوره ديال القدم كيف كتشوفي، كتكملي ديك ضامه. راهي كيفاش تشوف الصوره، وحده عامره بالشبكه وحده خاويه مزينه بنقطه. المهم ها انت هاد الرشيمه انا البنات راه درتها بالخلخال. خانس الخلخال ما كيعجبنيش ندير في الصحراوي، ولكن على حسب الطلب ديال السيده بغات الخلخال، قالت لك بغيت شي خلخال خفيف، انا درت لها هاد الخلخال خفيف. وجاوبوني البنات في التعاليق قولوا لي واش الخلخال جا مع هاد الرشمه ولا لا، حيت السيده اللي بغاتو ماشي انا اللي اقترحت عليها. انا كنعطيهم يختاروا الرشمه اللي بغاوها راه كنديرها لهم، ولا تعطيني هي الرشمه. بعض المرات كتكون هي هزات الرشمه من اليوتيوب ولا من انستغرام، كتعطيها ليا كتقول لي ديري لي هاد الرشمه، كنقول لها ماشي مشكل نديرها لك، وكنقل لها ديك الرشمه اللي بغات السيده. المهم البنات كنحاول نرضي كل كلياني ديالي اللي بغات شي حاجه راني كنخدمها ليها. ديما هما اللي كيبغوا هما اللي كيقترحوا عليا الرسمه وانا كنخدم ليهم. اللي بغات شي حاجه راه هنقولش لا. المهم سالينا الرشيمه كامله، دزت للصباع هما الاخرين كنخليهم باش ما يتخلطوش، حيت الصباع كنشد فيهم، كنشد منهم كنخليهم هما الاخرين. دابا نخدم الصبيعات، غنخدم هذيك الرشيمه اللي فوق الرجل، واحد جوج رشيمات صغيورين، وحده من حدا الصباع وحده من الفوق من حدا قريبه للخلخال. وها حنا سالينا. المهم الحنانه راه ملي كنسالي الرجل، دابا واحد الرجل راه ساليتها ودرت لها الميكا، وهاد رجل تانية كنسالي رجل تانيتي كندير لها الميكا وكندوز اليدين.
المهم هذه الرجل الاخرى انا ساليتها وخدمت اليدين وساليت اليدين. هاللي دابا انا نسقي ليها دابا نبين لكم رشمه كامله. وجاوبوني نتوما كي جات بالخلخال واش جات زوينه ولا ما جاش معاها الخلخال. المهم باش ما كان ردوا عليا البنات وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم البنات. واللي عندها شي تساؤل ولا عندها شي مهم شي حاجه بغات تسول عليها مرحبا بالجميع البنات. الله يوفق الجميع وبصحة مولاتها. هاي رشيمه تبارك الله طلعت زوينه. وخاف الاول ما عجبنيش الخلخال. المهم راه جات زوينه بالخلخال. مره اخرى بصحة مولاتها والعقوبة لكم قاع البنات. الله يحن علينا وعليكم والله يوفق الجميع البنات. ومرحبا بتعاليقكم وبتساؤلاتكم.